السلام عليكم الاخوان. واحد الفيديو خفيف ظريف وسريع على ظاهرة الاختطاف. ما باش هذا الموضوع كيستاهل فيديو كبير وطويل، سوا نتطرق له بسرعة. في الاونه الاخيره لاحظنا كثرة الاختطاف في المغرب، وباش نكونوا واضحين الاختطاف ماشي عدبان ولا عاد ولا. الاختطاف كاين من شحال هادي، في النوايا ديالو باينين وواضحين، يا اما كيكون من اجل ابتزاز مالي اي يطالبوا بفدية، واي ظاهره قليله في المغرب، ولا الاستغلال الاجتماعي غالبا كيكون ما بين طبقات الاسره، في بعض الحالات الطلاق والاختطاف من اجل الانتقام، حتى هذه قليله ومعدوده على رؤوس الاصابع. ندوز الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، وهذا النوع الاكثر انتشارا ماشي غير في المغرب بل في العالم، بحيث تسجل 269 ضحيه اتجار بالبشر سنه 2024، من بينهم 94 قاصر و536 حاله اغتصاب قاصرين، من بينهم 309 حاله اختطاف. وفي العالم الاطفال كيمثلوا 38% من ضحايا الاتجار بالبشر، بحيث 1.2 مليون طفل يتم الاتجار بهم في كل عام. وندوز للضجه اللي واقعه في المغرب حاليا كنقطه اخيره في هذا الفيديو، هي أن الظواهر الملاحظة مؤخرا غير نتيجة تتابع حالات اختفاء وحوادث تدمي القلب. وهذا الشيء اللي أكدت المديرية الوطنية للأمن بالرباط، بحيث أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الأخبار التي تروج حول تسجيل حالة اختطاف ومنهج للأطفال مقارنة بالاتجار بالأعضاء مجرد إشاعة فيها بزاف ديال التهويل والتحريف، وكتضرب الإحساس بالأمن عند المواطنين. وحقيقة اختطاف الأطفال في 3 المدن. ففي مدينة طنجة، السيدة التي أثير حولها الشكوك كانت تعاني من اضطرابات عقلية، وكانت تتردد على المؤسسات التعليمية لطلب مقررات، حيث خضعت الخبرة الطبية أكدت معاناتها من اضطرابات عقلية دون أن يثبت أي تورط لها في محاولة اختطاف أو استدراج أطفال. وفي مدينة العرائش، الشبهة طالت السيدة منقبة كانت تقف بالقرب من أحد المساجد أثناء صلاة التراويح، غير أن التحقيقات بينت أنها كانت تنتظر زوجها الذي كان يؤدي الصلاة، ولم يصدر عنها أي سلوك مريب. ندوز لمدينة قنيطرة. الواقعة الثالثة المرتبطة بشريط فيديو متداول، فقد بادر والد الطفل الذي قيل أنه تعرض لمحاولة اختطاف إلى التوجه إلى مصالح الأمن لنفي تلك المزاعم، موضحا أن ابنه تعرض لمضايقة من طرف شخص يعاني من اضطرابات عقلية، وليس محاولة اختطاف كما يتم الترويج له. وهذا مكان ما تنساوش تردوا البال لولادكم، حيث كاين ظواهر اجتماعية أخطر وأشمل من الاختطاف. إن شاء الله.